محمد علي باشا قضى على هذا الاسم النهائي. من بعده لم يقم للمماليك قائمة وانتصر. 1813 وكالعادة لكل الحكام حصل انقلاب على محمد علي من واحد اسمه لطيف باشا. لأنه محمد علي في 1813 سافر الحجاز بعد انتصارات ابن إبراهيم وإلى آخره. سافر الحجاز بقى يشوف الدنيا فيها إيه. ولكن طبعا محمد علي لما رجع قضوا على هذا الانقلاب، وكان زمان ما بيتفهموش، تتقطع رقبته ويتعلق على باب زويلة عشان يبقى عبرة لغيره. تم قطع رقبة لطيف باشا وتعليقها على باب زويلة. أنا يمكن عملت لكم التاريخ بطريقة مسلسلة علشان تعرفوا أهم الأحداث في كل سنة. 1814 محمد علي بقى عنده 45 سنة وبدأ يتعلم القراية والكتابة. وهقول لكم خبر بقى مهم، حدث عالمي في هذا التوقيت. شوف احنا 1814 مصر دولة، مش كده؟ مصر دولة ومحمد علي حاكم وانفرد بالسلطة وبقى أقوى من الدولة العثمانية نفسها. في سنة 1814 بريطانيا احتلت واشنطن. تخيلوا، شوفوا احنا فين. يعني في 1814 بريطانيا بتحتل واشنطن في التوقيت اللي فيه مصر دولة عظمى. وانا هقول لكم دلوقتي كانت مصر بتصدر بكام وتستورد بكام في التواريخ دي، وكانت قوة الجيش المصري كانت قد ايه في هذا التوقيت. وفي 1814 دي محمد علي قضى على الوهابيين خالص اللي موجودين في الحجاز. وفي 1814 بدأ بناء أول جيش نظامي في تاريخ مصر. لم يكن قبل 1814 يوجد أي جيش نظامي للدولة المصرية، لأنه كان اللي بيحصل قبل كده لو حصل هجوم على مصر يطلعوا المماليك يدافعوا عن مصر أو الحامية العثمانية عبر التاريخ. لكن في 1814 هو أول جيش نظامي في تاريخ الدولة المصرية. يعني مكون من شعب مصر. أفندم؟ مكون من شعب مصر. من شعب مصر. جيش نظامي، لا في جيش، يعني في جيش ده معروف ده شغلته ايه، جندي. يعني رتب عسكرية، رتب في جيش نظامي بيتدرب. ومحمد علي عمل المدارس بقى والمهندس خانة والمش عارف ايه وترسانة بحرية لصناعة السفن والمدافع في جيش. بدأ يعمل جيش. كلف سليمان باشا. طيب. برضو عمل جيش. ايه اللي حصل؟ شافوا نفسهم بقى قوة، مش كده؟ أول حاجة عملوها إيه؟ تمردوا على محمد علي. الجيش راح متمرد على محمد علي. قال لك يعني هو يبقى باشا علينا ليه؟ كويس؟ كده على طول. وراحوا نزلوا نهب في حي الأزبكية والقلعة والغورية والسكرية والحمزاوية، ما دي الأحياء الموجودة، ما كانش في غيرها. وخان الخليلي. محمد علي شاف الأمر كده، تدارك الأمر عشان ما يصيرش سخط الناس عليه. ما هو اللي عامل الجيش النظامي ده. دفع تعويضات للتجار بلغت في التوقيت ده في 1814 حوالي 15,000 جنيه. وبدأ يعمل بقى حاجة اسمها الفرقة الأولى للجيش. الفرقة دي زي الحرس الجمهوري دلوقتي أو الحرس الملكي. وعملها تحت قيادة ابنه إسماعيل بيه. 1816 ابنه طوسن مات. وكان عنده ساعتها 20 سنة. هو ابنه الكبير إبراهيم، طوسن أصغر من إبراهيم.
اللي ابن توسن ده الامير عمر توسن اللي اتسمى باسمه حي توسن في رود الفرج، والقصر بتاعه كان مكان مدرسة شبرا الثانوية الحالية. طيب سنة 1818 جابوا شيخ الوهابية وكان اسمه عبد الله بن سعود، جابوه مقبوض عليه وأسير في مصر، وانتهت الحركة الوهابية. سنة 1819 محمد علي شق ترعة المحمودية اللي طهرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشال المخالفات اللي حواليها والمخلفات عبد الله بن مسعود. وكلف ابنه اسماعيل، هو عنده ابن اسمه اسماعيل محمد باشا، بفتح السودان ودخول الأراضي السودانية. يعني بدأنا مصر تدخل السودان، وأنا قلت لكم قبل كده إن ما كانش فيه دولة. علشان كده كنا لما احنا فتحنا السودان كنا بنعين حكمدار، زي ما نقول حكمدار القاهرة، حكمدار بني سويف، حكمدار اسكندرية. فكانت السودان بالنسبة لمصر حكمدارية اللي بيتولاها الحكم فيها، وما كانش فيه الخرطوم. اللي عمل العاصمة الخرطوم محمد علي باشا. هقول لكم عملها ده سنة كنت باشا. لا عشان بنسجل بس. اللي عمل العاصمة الخرطوم محمد علي باشا. ما كانش فيه عاصمة أصلا، ما كانش فيه أصلا دولة اسمها السودان. طيب يعني سنة 1821 إسماعيل باشا دخل شندي وكردفان، وأول واحد اتعين في حكمدار للسودان كان في 1822، وكان عثمان بيه بقى حكمدار السودان. الكلام ده أنا بقوله للتاريخ. سنة 1822 بدأ الشروع في تأسيس مدينة الخرطوم. شوف مصر تاريخها قد إيه. يعني إحنا بنسمع عن ده، إحنا كنا حاجة عظيمة قوي. يعني ما نيجي نقول السودان دي جزء من مصر، محدش قال غير كده. إحنا اللي عملنا السودان. ده كانت زي ما قلت قبل كده مجموعة من الممالك، حوالي 250 قبيلة، وتم لم الشمل ده كله، عملنا دولة، وعملنا حتى عاصمة هذه الدولة اللي ما كانتش موجودة. يعني الخرطوم دي ما كانش في حاجة اسمها الخرطوم، فعملنا مدينة الخرطوم في 1822. واتعملت ليه الخرطوم؟ عشان تبقى مركز للحكمدارية. الحكمدار هيقعد في المركز، يبقى مدينة الخرطوم. وبرضه في 1822 دي داخل مصر من الأعمال العظيمة اللي اتعملت مطبعة بولاق. ما كانش عندنا مطبعة، ودي بقى عملت انفراجة في التعليم بعد كده عند طباعة الكتب. مطبعة بولاق في 1822. طب في التوقيت ده كانت مصر بتورد بكام وبتستورد بكام؟ مش كده؟ الميزان التجاري كان في صالح مين؟ بنستورد أكتر ولا بنصدر أكتر؟ الوارد لمصر كان 840,520 جنيه. 804,520 جنيه اللي بيجي. طب احنا بنصدر بكام؟ ب1,584,765، يعني تقريبا 2.5 مرات قد اللي احنا بنستورده بنصدره. يعني ده يدل على قوة الاقتصاد المصري في هذه الفترة في 1822. 1824 حصل حاجة خطيرة جدا، حريق القلعة. وكان حريق ضخم جدا، وكان حتى هذا التوقيت ما فيش شهادات ميلاد ولا الكلام ده في مصر. فكانوا بيأرخوا بحريق القلعة. الناس يقول لك ايه؟ يأرخ المواليد والوفيات، يقول لك ده اتولد بعد الحريق بسنة، بسنتين، ب3،
ب5 اللي هي سنة 1824. يعني خلي بالكم دي تبقى في ذاكرة التاريخ سنة 1824، لأن فيها حاجات كتيرة وأحداث عظيمة. يعني التاريخ سواء اللي مات أو سواء اللي اتولد بيتأرخ طبقا لحريق الأعلام. وفي 1824 برضه لو عايزين تعرفوا الصادر بكام والوارد بكام، كان عندنا صادرات ب 2,431,678 جنيه، وواردات ب1,195,195,000. يعني عندنا ضعف، احنا بنصدر ضعف ما بنستورد في الاقتصاد. طيب في نفس السنة برضو إبراهيم باشا خد 20,000 جندي مصري وطلع بيهم على اليونان علشان يأدبهم بناء على طلب الباب العالي. في 1825 إبراهيم باشا احتل اليونان وقبرص، واعتقد احنا ما قعدنا 5 سنين محتلين اليونان وقبرص، خرجنا منها 1830. تشوف قوة مصر. يعني انت لما تقعد تسمع هذا التاريخ، امال ايه اللي حصل لنا؟ يعني انت عبر التاريخ لما احنا كنا كده. وانا عايز اقول انا ليه جبت التاريخ ده بالسنوات البسيطة دي والتسلسل ده؟ انا عايز اقول ان انا ما كنتش حاجة خالص، عشان كده قلت فترة ما قبل محمد علي باشا كنا ما فيش حاجة خالص. ومن 1801 ل 1805 كانت فوضى سياسية، ما كانش في حاكم اصلا موجود مستمر كويس. وحتى لو جابوا حاكم كان يبقى قاطع طريق، اهم حاجة يعمل جباية ويقبض من الناس. وكانت كله صراعات مع كله، مش كده؟ ولما بدأنا نعمل من 1850 نضع 1805 نبتدي نضع نظام للدولة، عايز أقول خلال 25 سنة هذه الدولة استطاعت أن تفتح الجزيرة العربية وأن تحتل اليونان وأن تبني أكبر أسطول في البحر المتوسط، وإنها تصدر ضعف ما تستورد من الخارج.